أنا وهي مشكلة سيدرا وشهد، وهل هي راح تنحل بيوم وليلة وأن بعدين راح يتم الصلح؟ هذه المشكلة بينهم ما كانت نفس أي مشكلة. هذه المشكلة سبب بكاء وانهيار للطرفين. الناس توقعوا أن المشكلة كانت بدايتها من عيد ميلاد سيدرا، لكن الناس ما اتفقوا على هذا الكلام وما عجبهم. كانوا متأكدين أن المشكلة بادية من عائلة بيوتي، لأن بعض الشهد كانوا يتجاهلونها وهي تكلمهم. مو بس هذا المقطع اللي خلى الناس تشك، لأن مرة أمهم صرخت على شهد بحنة شيرين، ومرة نارين ما سلمت على شهد وكذلك. ولكن الشيء اللي خلى الجمهور كله يوقف مع شهد إنه قدرتهم وعزمتهم على عيد ميلادها، وعيد ميلاد بنتها كانوا أول الناس المعزومين، وما في ولا مناسبة ما لازموا فيها عائلة بيوتي. وحتى بنت نور صارت صراحة وسلمت عليهم واحترمتهم، عنا وقتها كان في بينهم مشاكل كبيرة. صرحت شهد إن هذه مو أول مشكلة تصير بينهم، صارت مشكلة ب2010 و2018 و2020، بس هي ولا مرة طلعت وتكلمت على عائلة بيوتي أو جابت سبب. أول سبب كان سبب نهاية صداقتهم، رسالة رسلتها سيدرا شهد، وكان فيها كلام بذيء لدرجة أن شهد لما قرأتها انهارت. والآن راح نسترجع الأحداث، نبدأ من بداية المشكلة اللي هي عيد الميلاد. أولا سيدرا سوت عيد ميلاد وما عزمت خالها سيامن زوجته شهد، وبعد حفلة عيد الميلاد طلعوا بستوري وجابوا على سيدة وقالوا انهم ما نجموا عيد الميلاد. بسبب هذا الستوري صار هجوم جدا كبير على سيدة. هذا الشيء اللي خلى سيدة ترسل رسالة، وشاهد وضحت نقطة انه مو كل شيء تشوفونه على السوشيال ميديا تصدقونه. وبعد مشكلة عيد الميلاد اصلا سيدة طلعت تكلمت وقالت ما في شيء يتصور عشان يصوروه. في شخصية قررت تدخل اللي هي شهرية رايدات، طلعت ودافعت عن سيدة بشكل كبير، بدأت تتكلم عن شهد وتقول انها عقودة، مع ان شهد صرحت ان علاقتها فيها ما كانت ذاك الزب عشان تطلع وتتكلم عنها او تبدي رايها. علاقتها فيها كانت عبارة عن السلام عليكم وعليكم السلام. لكن شهد بعد مشكلتها مع سيدرا زادت أخوها شيرو وقررت تفجرها. قالت لها لو بنات بيوتي جد بيحبوكي ما كانوا خلوا شيرو يطلع مع إكسه القديمة، وهو أساسا كان مرتبط فيكي. ولكن الفانز صرحوا أن إكس شيرو القديمة هي باسكال اللي هي صديقة وبيست نارين المفضلة. ولكن أبو البيوتي طلع بتصريح أخير قال لو الناس ما تتدخل بيكون أفضل لأنهم أهلوا بيحلون المشاكل بيناتهم. ولكن سيدرا بعد المشكلة بأيام طلعت من جديد بإطلالة جميلة ورائعة، عكس ما شهد قالت أنا نفسية بيت حماي متدمرة. وشيرين صبغت شعرها بلون جديد وراحت استلمت حماتهم وأسامة من المطار، وناري نزلت ستوريات كانت فرحانة ورايحة تتسوق وتشتري لها أغراض. والناس رجعوا قلبوا على شهد وقالوا وين تقول نفسية بيت حماي متدمرة. وما اكتفينا بهني، كان في ايفنت لدولتشي جابانا، راحت له شيرين ولبست اطلالة، لبست عباية تايجر، ونارين سوت ماتشي مع شيرين ولبست تنورة باللون تايجر مع سترة جميلة، وسيدة لبست فستان أبيض جري وجميل. طلعوا وظهروا بمنظر أنيق بشكل جميل بعد المشكلة، ولا كأن في مشكلة من قبلها بيوم أيضا سيدرا كانت رايحة وسوت إعلان، طلعت في فيديوهات وهي تاكل بإحدى الإيفنتات. واليوم شهد طلعت وهي تغني وتحط مكياج، وشيرين ونارين ما شالوا الفولو من شهد على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو لنا أن المشكلة خفت ومو حابين يكبرون المشكلة على السوشيال ميديا. أنا على رأيي أتمنى أن المشكلة تنحل بينهم ما تكبر، لأن مهما كان هم أهل. وأنتوا شو رأيكم بالمشكلة؟ هل تتمنون تصالحون؟ واقفين مع منو بالنهاية؟ يلا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، وانتظروني بالفيديو القادم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد.